راكب الفرس فنظرت إلى خيمة شباب الوطن فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام. أقسم بالله العظيم والعمامته بيضاء ويلبس ملابس بيضاء. فذهبت أسوي له فاتحة، فذهبت إلى أحد الإخواني وقال لي والله أنت رابع واحد أتى إلي اليوم وقال رأيت النبي هذا اليوم. والله قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الساعة. الرؤيا الأولى عندما نمت بعد صلاة الفجر فإذا نظرت فإذا بالسيدين الحسن والحسين وهم شباب عمرهم لا يتجاوز على 14 إلى 16 سنة واقفين يلبسون ثيابا بيض. فإذا جاءني المنادي يا وعد والله تعبتنا، ما تقول ليش بيك تنادينا والله ما جيتم على حاديكم يا أخي، ما تقول ليش بيكم نحن يمكم ما فزعناكم قبل هاي. فنظرت فإذا بسيدنا أحمد الرفاعي قلت يا شيخنا، قال لست أنا فقط وهؤلاء الشبان. قلت من هؤلاء؟ قال هذا سيدنا الحسن وهذا سيدنا الحسين شباب الجنة. وقلت فقط أنتم؟ قال انظر إلى يمينك. فنظرت أولا رأيت سيدنا علي ثم عثمان ثم رأيت مكان سيدنا عمر ورأيته فارغا. ثم نظرت فإذا بسيدنا أبي بكر. قلت يا أمير المؤمنين أين سيدنا عمر؟ قال هنالك شاغل يشغله يا أبا مهند، ولكن لا تأبه انظر من قدم إليك. فإذا نظرت فإذا برسول الله يبتسم ويقول والله يا أبا مهند إن أعمالكم كل يوم تعرض علي. يعني لهم حق الهتافات والهوسات لو لا عمي لكم حق الهتافات والهوسات والدبيج وكل شيء، وانا ماخذ لكم رخصه من الامادين. سووا لكم بين يوم ويوم فصل شوبي انا فضول عليش والله العظيم ما لي شيء. شوبي بمعنى يكون شوبي اسلامي. اي شوبي اسلامي مو شوبي موافق للاخلاق الانباريه، موافق لاخلاق اهل الانبار. هسه شيخ اعطيك السماعه.